يا صباح الفل وصباح السعادة وصباح الهنا. صباحكم محبة وفرح ورزق وراحة بال. صباحكم دعوة حلوة من القلب ليكم ولأولادكم ولأولادي، ربنا يجبرهم جبر يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض، اللهم أمين. وكل اللي نفسه في حاجة يا رب تجيله بزيادة. بصوا يا بنات، النهارده فيديو مختلف، فيديو بقى عشان في ناس كتير كده دخلت لي وقعدت تقول لي مفيش يا رشا غير تفريزات، مفيش يا رشا غير آه آه ان احنا نشيل رمضان ونشيل الشتاء والكلام ده كله. ففيديو النهارده مختلف شويه، هنعمل مع بعض روتين وهندخل برضو المطبخ. تمام، يلا بينا كده. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، لو اول مره بتشوفيني، انا اختك رشا ودي قناتي، فضلا منك وليس امرا. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل فيديو بنزله. النهارده يا بنات عايزه اقول لكم على حاجات كتيره جدا لازم ان احنا نرتبها في حياتنا. يعني هنرتب كده خطوات في حياتنا الفتره الجايه، علشان خاطر احنا داخلين على ايام بقى مفترجه، وعلى ايام عايزين ما تروحش مننا كده في زي ما بنقول بقى كده ايه، في الروتينات وفي الطبخ وفي التفريزات وفي الكلام ده كله. لا، نظمي وقتك وواحده واحده هتلاقي نفسك بتعملي كل اللي نفسك فيه. صلي على الحبيب علشان قلبنا يطيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وأصحابك أجمعين. بصي يا ست الكل، النهارده ان شاء الله هنقول مع بعض كده كذا حاجه عايزين نعتمدها في حياتنا الجايه. طيب يا رشا، انت عماله تعملي تفريزات، يا رشا عماله تعملي توضيبات لرمضان، عماله تشيلي مش عارفه زيت وسكر ورز، وعماله تفرزي كرومب، عماله تفرزي كذا وكذا وكذا. طب انت ضمنتي تعيشي بكره؟ طب انت ضمنتي اصلا ان اللي جاي دوت انت موجوده فيه؟ الاكل اللي انت بتعمليه ده هتاكليه؟ اللي بصوا يا بنات، احنا بنسعى، احنا ما نعرفش الخطوه الجايه دي احنا رايحين فين، ما نعرفش هننام ونصحى ولا لا. كل دي الاعمار بيد الله عز وجل. إيه، احنا ما نعرفش عمرنا امتى، ما نعرفش هنعيش بكره ولا لا، ما نعرفش هنعيش سنه قدام ولا لا. احنا بنعمل اللي علينا، بنعمل الواجبات بتاعتنا اللي هو ايه. انت بتصحي من نومك كده يعني، إيه، بتشوفي اولوياتك. النهارده هتعملي ايه؟ النهارده عايزه افرز كذا وكذا وكذا. اول حاجه لازم تفكري فيها انك تقومي من سريرك كده، تستغفري ربنا وتقومي تتوضي وتصلي الورد بتاعك وتقرأي القرآن بتاعك. ده أول حاجة لازم انك انت ترتبيها في حياتك. بعيدا بقى، سيبكم من الروتينات اللي احنا بنعملها والتفريزات والكلام ده كله. لا، انا عايزاكي ترتبي يومك مع ربنا. وردك ايه وقرآنك ايه وصلاتك ايه وعليكي ايه وليكي ايه واستغفارك وتسبيحاتك. خلصتي الجزء الاول، هتخشي على جزء بيتك. هقوم اروق بيتي واظبطه واخليه زي الفل، وبعد كده بقى اقعد انا محتاجه افرز ايه. بصي، احنا بنعمل اللي علينا، مش بفرز عشان انا عارفه ان انا هعيش وهاكل وهشرب. لا، انا معايا قرش في ايدي، معرفش ظروفي بكره عامله ازاي، فهحط حاجتي في الفريزر. والله ربنا مد في عمري، يبقى خلاص هاكل منها. ما مدش في عمري في غيري هياكل منها. فاهميني يعني؟ انت حتى دي بتكتسبي فيها حسنات، انك انت بتعملي لغيرك. لو ربنا يديكم كلكم طولة العمر يا رب، ويرزقكم بحسن الخاتمة. يعني انت حتى الحاجات اللي انت وقفتي وتعبتي فيها وفرستيها اخدتي حسناتها، اخدتي ثوابك عند الله عز وجل. فاهميني؟ سواء كلتي منها او ما كلتيش منها، ربنا اراد ان احنا نعيش، او ربنا يعني اخد امانته، فانتي اخدتي خلاص حسناتها واخدتي ثوابك عند ربنا سبحانه وتعالى. ما هو انت بتؤجري على كل حاجه بتعمليها، بتؤجري على ترويق بيتك، بتؤجري على وقفتك في مطبخك، بتؤجري على انك انت بتلمي في بيتك وبتحوشي وبتضغطي على نفسك وعلى اعصابك وعلى كل حاجه فيكي عشان تطلعي بيت كامل مكمل، لا كامل الا الله سبحانه وتعالى وسيدنا محمد. لكن انا اقصد انك انت إيه، يعني هقولك ايه، بتاخدي كل حاجة من ربنا وبتؤجري عليها. فهمتيني؟ فاللي داخله تقول لي يا رشا انت نازله تفريزات، هو انت ضمنتي عمرك؟ يا حبيبتي محدش ضامن عمره. كلنا عارفين ان هيجي علينا وقت وربنا هياخد امانته. كلنا عارفين ان هيجي علينا وقت ومش هنبقى موجودين، لكل اجل كتاب. فاهميني؟ لكن انا بعمل اللي عليا، بقدم اللي اقدر اقدمه. إيه، بعمل واجباتي زي ما بيقولوا كده، دي واجباتي. فانا خلصت واجباتي الحمد لله، فضل ونعمة من ربنا. بس
انا معايا قرش بدل ما اصرفه وارجع ابقى محتاجه حاجه ومش عارفه اجيبها، لا، اجيبها وانا قرش في ايدي. دي حاجه. تاني حاجه، انا ليه فرطت في الوقت ده؟ فرطت عشان انا داخل عليا رمضان، لو ربنا اداني عمر عايزه التزم، عايزه يبقى زي ما يقولوا كده، عايزه يبقى عندي وقت للعبادات لربنا، مش كل وقتي واقفه في المطبخ، ومش كل وقتي بعمل عصاير، بعمل فطار، بعمل سحور، بجري بسرعه عايزه انضف مش عارفه ايه. اليوم كده ضاع مني من غير اي انا ما قدمتش حاجه لربنا كده. فاهميني؟ طبعا كلنا بيبقى في ايدينا مثلا شغلانه ما بنخلصهاش، ما بنروحش نجري نصلي غير لما بنخلصها. انا واحده منكم على فكره، مش غريبه عنكم. يعني انا ساعات ببقى واقفه في المطبخ، العصر يأذن عليا، اقول لما اخلص اللي في ايديا هروح اصلي المغرب لسه شويه عليه، الاقي نفسي المغرب اذن وانا لسه مصليتش العصر، ودي حاجه بتبقى تعباني جدا من جوايا، وبفضل أأنب في نفسي. تمام. فانا عايزه اقول لكم ان لا، حضري حاجتك، اظبطي دنيتك، هتلاقي نفسك بتصلي فروضك في مواعيدها، هتلاقي نفسك بتقرأي الورد بتاعك في ميعاده وبتخلصيه، بتبقي عايزه تزودي ورد على وردك، يعني فاهميني؟ دايما خصصي وقت كده. تالت حاجه، انك انت تخصصي وقت كده للتسابيح، انك انت تقعدي مع نفسك كده في مكان هادي، مكان نضيف، مكان متعطر كده، انت قاعده بقى لربنا سبحانه وتعالى. اقعد اسبح، اقعد اذكر الله عز وجل كده كتير، اصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، ادعي بقى بكل اللي نفسي فيه. انت ما تعرفيش ابواب السماء وقتها ممكن تكون مفتوحه. داخل عليكي كمان اول رجب، الله الله على اول رجب. انت تعرفي ان ليله رجب دي دعوات مستجابه لا ترد؟ طب تعرفي ان ليله رجب دي جايه مع راس السنه؟ طيب احنا بقى هننزل لراس السنة اللي ملناش علاقة بيها. بصوا يا بنات، راس السنة دي لاخواتنا المسيحيين، تمام؟ احنا ما بنقولش ان ده حرام ليهم ولا الكلام ده كله، ده عيدهم. طيب احنا كمسلمات او كمسلمين مفيش حاجة اسمها عندنا عيد راس السنة، ما ينفعش ان انت تحتفلي بيه. انت عندك عيد الفطر وعيد الاضحى، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى منزلهن ومحللهن. انا مش متزمده ولا انا بقول حاجه تانية، بس انا هقول لك، هل اخواتنا المسيحيين بيحتفلوا بعيد الفطر وعيد الاضحى؟ طبعا لا. ليه؟ مش بتاعهم، او هم لا، هم عارفين اعيادهم وبينزلوا وبيخرجوا وبيحتفلوا بيه. احنا يوم راس السنة ده لازم الناس كلها بتلهو، الناس كلها بتخرج، الناس كلها بتتفسح، الناس كلها راحة وجاية والدنيا زيطة في الشوارع، صح ولا لا؟ طب انا هقولك على حاجة بقى جميلة جدا جدا جدا، سواء راس السنة في اول رجب او مش داخل علينا اول رجب، او في يوم عادي. تعرفي انك انت لو مسكتي صلاة من 11 ونص او من 12 الا ربع لغاية بعد ما تعدي وقت راس السنة لغاية الساعة 1 مثلا، فاهمين؟ لو مسكتي ده صلاة 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 وتدعي بكل اللي نفسك فيه، انت تتخيلي الدنيا كلها بتلهو بره وبتضحك وبتشغل اغاني وبتتنطط و الى ذلك، وانت مع ربنا وانتي بتصلي القيام. يا نهار ابيض على الجمال والحلاوه اللي احنا فيها. ده انتي دعوتك لا ترد، لا ترد. عارفه يعني ايه لا ترد؟ انتي ناسيه الدنيا وقاعده مع ربنا، ناسيه الهيصه والزنبليطه والضحك والخروج والتنطيط، وقاعده مع ربنا بتقولوا له يا رب مش هاممني الدنيا، انا باصه لاخرتي. طيب ربنا في وقت زي ده هيجري يبص على مين؟ على اللي بينادي عليه، ولا هيجري يبص على اللي بيلهو وبيضحك ربنا طبعا شايف الكل، بس انا اقصد ان سمعك بقى، ربنا سمعك نازلك بيقولك قولي وادعي وقولي كل اللي نفسك فيه وانا هستجابلك. انت فاهمه؟ فانا عايزه اقول لكم ان ده هدف من الاهداف اللي لازم الايام الجايه تحطوها في دماغكم. لازم ان انت تقعدي مع ربنا ليله راس السنه ده، لازم كده تمسكيها من 12 الا ربع اللي بعد كده لغايه الدنيا ما تلاقيها هدت، تبداي انك انت مع ربنا وادعي كل اللي نفسك فيه. بصوا يا بنات، انا هنا
بعمل مكرونه بشاميل. تمام، حطيت كيلو ونص من اللبن، وحطيت 3 معالق ونص من الدقيق، قلبت كويس جدا، حطيت معلقتين كبار من السمنه، حطيت التوابل بتاعتي ملح وفلفل وكمون، ولو عندك مرقه دجاج هتحطي مكعب، وهتسيبيها على النار وتوطي عليها كده. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هتسيبيها على نار هاديه لغايه ما يبدا يتقل معاكي، مش عايزاه يتقل قوي عشان لما بتطفي عليه بيتقل. كان عندي ربع كيلو من اللحمه المفرومه، طلعت الكيس من البصل اللي انا مفرزاه. طب ما انت بتطلعي من التفريزات اهي يا رشا، انا جايه من شغلي مستعجله. وده برضو حلو قوي للست العامله، انك انت لما تفرزي حاجتك بكميات وجايه من شغلك مستعجله عايزه تجري تعملي اكلك، يا دوبك صليت العصر ودخلت جري على مطبخي. إيه، كان عندي الطلبات في البيت الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا. رحت مطلعه من الفريزر بتاعي الحاجه، فكت ورحت داخله. إيه، على ما صليت كانت اللحمه بدات تفك شويه، اللبن فك شويه، الكلام ده كله. غليت اللبن وسبته يبرد. بصوا البشاميل كده معايا زي الفل، المكرونه اتسلقت، اللحمه اتعصجت، ملح وفلفل وكمون، اللهم صل على سيدنا محمد. طلعت كيس من البصل المفروم وبدات ان انا اعصجها. تمام، انا كان عندي ربع كيلو من اللحمه، كان عندي زي معلقه كمان في الفريزر، طلعتها ضفتها على اللحمه دي. تمام. يلا بينا بقى كده واحنا واقفين ندعي لاخواتنا المستضعفين في كل مكان، يا رب انصرهم نصرا عزيزا جميلا طيبا يتعجب له اهل السماء واهل الارض، اللهم امين. ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم وابويا واموات المسلمين اجمعين. هنا حد شويه زيت عشان المكرونه تبقى مفرفره كده معايا. تمام. وكمان ندعي لكل مشتاق بالذريه الصالحه، يا رب ادي كل مشتاق الذريه الصالحه عاجلا غير اجلا، وما يحرم من ولادها ابدا ابدا ابدا، وتشوفهم اسعد الناس، ويرزق كل بنت بالزوج الصالح عاجلا غير اجلا يفرح قلب اهلها بيها، اللهم امين يا رب العالمين. ويستركم ويرزقكم ويعطيكم حتى يرضيكم فوق ما يرضيكم، اللهم امين. ويرزق ازواجكم ويوسع رزقكم، ويجي عليكم رمضان دايما بيوتكم مليانه بالستر وبالعمار وبالرزق، وكل حاجه بتتمنوها تشوفوها، اللهم امين. هنا بقى يا بنات انا جبت الطواجن بتاعتي، هبدا احط حطيت بشاميل، نص البشاميل على المكرونه، ظبطت الملح بتاعي وقلبت كويس جدا. وبعد كده حطيت رق في الجزء في الطواجن اللي قدامكم، هنزل باللحمه زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هحط الجزء التاني، وبعد كده هحط على الوش بشاميل وعليها الجبنه الموزاريلا. خلاص يا بنات اتفقنا وقلنا هنعمل ايه يوم راس السنة. مش عايزاكي تكسلي عن العبادة الايام الجاية، الفترة الجاية ان شاء الله. بصي عندك حاجات كتيرة جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى بيبقى ابواب السماء مفتوحة لنا فيها. نبدأ بقى ندعي، نبدأ نستغفر. مش شرط انك انت بتستغفري انك عندك ذنب، انت ممكن تكوني عملتي ذنب وانت اصلا مش عارفة ان انت عملتي ذنب. اللحمة دي من غير بصل يا بنات، عشان بنتي مش بتاكلها متعصجة ببصل. فاهميني؟ انت ممكن تكوني عملتي ذنب من غير ما تاخدي بالك على فكرة، وممكن تكوني بنظرة عين كده عملتي ذنب وانت مش واخده بالك ان انت عملتي الذنب ده، فتستغفري فربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك. ما اقصدش الذنب ان انت عملتي حاجه كبيره جدا جدا، لا. انت ممكن وانت ماشيه كده حصل منك اي حاجه، شلتي ذنب. فدايما خليكي دايما استغفري، لان بالاستغفار بتفتحي كل الابواب المغلقه، بالصلاه على رسولنا الكريم بتفتحي كل الابواب المغلقه. بالتسابيح بتلاقي رزقك واسع. دايما كده ادعي لنفسك. بصي دايما بدعي لنفسي حاجات كتيرة قوي، ومش عيب ولا حرام، ربنا سبحانه وتعالى مباح لنا بكل حاجة. دايما افضل استغفر واقول يا رب ان كان في ذنب يحجب عني الرزق استغفرك يا رب واتوب اليك، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. بفضل كده والله العظيم والله العظيم والله العظيم اني بلاقي رزق انا مش عارفة بيجيلي منين. رزق في قناتي، رزق في شغلي، يعني معرفش بيجيلي منين، معرفش، هو من عند الله عز وجل. يعني انا بلاقي الرزق ده كده نازلي من عند ربنا عز وجل، جاي لي عن طريق اي حد. واعرفي ان طول ما رزقك بايد ربنا سبحانه وتعالى فانتي هترزقي. لكن الحمد لله احنا بنحمد ربنا، بنحمده ونشكره ان رزقنا مش بايد بشر. احنا لو رزقنا بايد الانسان محدش فينا هيرزق.
فاهميني؟ احنا في زمن كله بيجري عايز ياخد رزق غيره، عايز يبقى احسن من غيره. الحمد لله ان رزقنا بايد ربنا سبحانه وتعالى. فانتي ادعي دايما بسعة الرزق، مش حرام. ادعي ان ربنا ينولك كل اللي بتتمنيه. عندي انا بفضل ادعي ان قناتي تكبر، بفضل ادعي ان ولادي ربنا يديهم كل ما يتمنوا، افضل ادعي لاخواتي، افضل ادعي لزوجي ان ربنا يرزقه ويبارك لنا فيه ويخليهن. بدعي بكل حاجة انا عايزاها، مفيش حاجة بتقع مني. عارفين ان انا ساعات ببقى قاعدة هتجنن ان انا نفسي قناتي تكبر، نفسي خلاص اقبض، نفسي مش فاهميني؟ بفضل ادعي بقى لربنا. ده مش غلط ولا ده عيب ولا ده حرام. بفضل اقول يا رب، يا رب قناتي نفسي تكبر، يا رب قناتي نفسي يبقى عندي مشاهدين كتير، يا رب قناتي نفسي يبقى عندي مشتركين كتير ومشاهدات كتير تدخل لي. يا رب يا رب يا رب، افضل ادعي بكل ما اتمنى. ما بصي ما يعني ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيحب العبد اللحوح اللي بيدعي كتير، اللي بيفضل يقول يا رب انا نفسي ونفسي ونفسي، لسه الامنيه ما اتحققتش، برضو ادعي يا رب انا عايزه وعايزه 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 وعايزه. ربنا سبحانه وتعالى، انت عارفه لما بتدعي كده بيبقى عارف ان انت فاهمه ان كل حاجه بايده هو مش بايد حد. ما تروحيش تطلبي من بشر اي حاجه، لا 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 لا, لا. اطلبي من الله عز وجل. قولي يا رب، يا رب انا نفسي في كذا، وشوفي كرم ربنا عليكي. شوفي اما انت بتقدمي لله عز وجل حاجات كتيره قوي، وربنا سبحانه وتعالى اللي يعني اللي خلق السماء والارض مش هيفتكرك في رغيف عيشك، مش هيفتكرك في رزقك، في رزق جوزك، في اولادك. ربنا يرزقكم من حيث لا تحتسبوا، ربنا يرضيكم ويرضى عنكم ويحقق لكم كل ما تتمنى. لو وصلتي معايا لغايه هنا فضلا منك وليس امرا، حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل. بحبكم في الله، ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي جوه قلبي وفوق راسي، ودايما كده تكونوا مشرفيني ومنوريني في قناتي المتواضعه احب بيتك مع رشا. وان شاء الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى ودعمكم ليا القناه هتكبر وتشتغل ويبقى ليا متابعين ومشتركين وناس بتعرف تجبر الخاطر زيكم. ان شاء الله الفيديو بتاعنا كده خلص، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.